تخيل كده انك بتقول الحقيقة الكاملة لكل حد انت بتتعامل معاه. بتقول لمديرك صباح الخير يا اللي ما بتفهمش حاجة، ولو انت متجوز بتقول لحماتك انا مبسوط جدا اني شفتك يا اللي بتسخني بنتك دايما عليا. فالنتيجة هتكون ايه؟ انت مش بس هتكون لوحدك، بس ممكن يوصل بيك الحال ان انت يا اما تبقى في السجن او في المستشفى. النهاردة هتعرف انت ليه بتكذب، وكمان هتعرف ازاي جسمك بيكشفك حتى لو انت مش عارف. الكذب هو الزيت اللي بيسهل العلاقات او بيسهل التعامل ما بين الناس وبعضها، ومن غيره العلاقات الاجتماعية ممكن تتدمر. والكذب ليه نوعين، كذب ابيض وكذب اسود او شرير. الكذب الابيض ده بنستخدمه لما بنعوز نجامل حد او نريحه، عشان ما بنبقاش عايزين نقوله الحقيقة المؤلمة بالنسبة له. اما الكذب الشرير فاحنا بنستخدمه واحنا قاصدين عشان نخدع شخص قدامنا عشان يعمل حاجة لمصلحتنا. والابحاث قالت ان الاشخاص الكذابين الاجتماعيين بيبقى عندهم شعبية اكتر من الاشخاص اللي بيقولوا الحقيقة دايما. وكمان في تجربة اتعملت عن موضوع الكذب، جابوا 121 زوج وزوجة وقسموهم 3 تلات، وخلوا كل تلت يبتدي يتكلم مع طرف تالت. بس قبل ما يتكلم طلبوا من التلت الاول ان هو يتكلم على اساس ان هم ناس محبوبين، وطلبوا من التلت التاني ان هو يتكلم على اساس ان هو اصحاب كفاءة عالية او عندهم كفاءة كويسة، وطلبوا من التلت الاخير ان هو يتكلم على طبيعته. وبعد ما خلصوا ابتدوا يوروا الفيديوهات اللي صوروها للناس، وطلبوا منهم يحددوا الاماكن اللي كذبوا فيها، ولقوا ان 61% من الناس كذبت من 2 ل3 مرات كل 10 دقايق، كذب ابيض وكذب اسود. الناس اللي كذبت كذب ابيض زي مثلا ان هم كانوا بيقولوا على شخص ان هم ما بيحبوهوش بس كانوا بيحبوه، او العكس. والكذب الاسود اللي قالوه ان واحد منهم قال ان هو نجم فرقة موسيقية، وده ما كانش حقيقي. وكمان في كاتب عمل لقاءات مع اكتر من 2000 شخص امريكي، ولقى ان 91% منهم بيكذبوا بشكل منتظم سواء في الشغل او في البيت. وده معناه ان الكذب مش حاجة استثنائية، ده اسلوب تواصل بشري. والسؤال ليك انت، ايه اخر كذبة بيضة انت قلتها النهاردة؟ ونروح لسؤال، ليه الكذب بيبقى صعب؟ الناس بتبقى مفكرة ان الشخص اللي بيكذب بيبتسم على طول، بس الحقيقة ان الابحاث اثبتت عكس كده، وقالت ان الشخص اللي بيكذب ابتساماته بتبقى قليلة. ده ليه؟ لان العقل اللاواعي بتاعه بيتصرف بتلقائية من غير ما يعرف يحكم عليه، وفي اللحظة اللي بيبدأ فيها انه يكذب بيبتدي الجسم يظهر اشارات عكس بعض. زي ايه؟ زي مثلا ممكن الخدين يحمروا، او ان في جزء من خده يبتدي يرعش، او ان هو يبتدي يرمش بعينه بصورة سريعة جدا بتوصل من 10 ل50 رمشة في الدقيقة الواحدة. كمان ممكن يحس بعرق، ممكن كمان يبلع ريقه وحاجات زي كده. فجسمك بيكشف الكذب بتاعك حتى لو انت محضر الكلام والكلام اللي انت بتقوله كامل. والوش هو اكتر جزء في جسم الانسان بيبان عليه الكذب. فلو مثلا لو انت بتاخد بالك انت ممكن تلاقي حد بيكذب قدامك وتقول له على فكرة انت باين عليك الكذب، ده دليل على ان الشخص ده نادرا ما بيكذب. فالعلامات اللي بتبتدي تظهر عليه عشان يغطي الكذب بتاعه وهو انه مثلا ممكن يبتسم، يهز راسه، يغمز، يبلع ريقه زي ما قلت، يعرق العرق يبتدي ينزل من عنده وحاجات زي كده. ففي تناقض ما بين الجسم والوش. وزي ما اتذكر في كتاب مايند ريدنج، المؤلفة بتاعته كانت عملت بحث عن ان ازاي الناس بتكذب، وقعدت 5 شهور في الدراسة دي، ولقت ان الستات بتعرف تكذب اكتر من الرجالة بصورة معقدة اكتر. مثلا الراجل لما تلاقيه هو بيكذب كذبات بسيطة خالص، زي مثلا الموبايل فصل شحن، اتأخرت في المواصلات وحاجات زي كده. اما الست لما بتيجي تكذب بتعمل زي ما بنقول كده ممكن تركب عليك حوار وانت تصدقه ومن غير ما يبقى فيه غلطة واحدة. ومثال على كده عشان تعرف بس ان انا بحبك وبروق عليك، هقول لك مثال عن تجربتين حصلوا معايا انا شخصيا، وركز معايا فيهم عشان تعرف ازاي البنت بتعرف تعمل حوار مفهوش غلطة. من حوالي 10 سنين كان في زي شبه تعارف كده ما بيني وبين واحدة. فالمهم في يوم من الايام اتفقنا ان احنا نتقابل، فهي كانت عايزة تجر رجلي او ان هي عايزة تشدني ليها بمعنى اصح. المهم بعد ما اتفقنا على المقابلة
ونزلت في الميعاد، هي كان عندها شغل هتخلص منه وانا هنزل اقابلها ونبتدي نخرج، وكان معاها صاحبتها في الشغل وهتسيبها وتمشي اول ما احنا نتقابل. المهم ركبوا، اول ما وصلت الميعاد رنيت عليها تليفونها مقفول، ارن تاني تليفون مقفول، قعدت ارن عليها كتير جدا نفس الرد، تليفون مقفول. فضلت مستني ربع ساعة نص ساعة مفيش منها اي حاجة. طبعا اتضايقت جدا وخدت بعضي وروحت. فضلت مستني انها تكلمني يوم كامل، وفي اليوم التاني وصلت بيا ان انا فضلت مستني لغاية الساعة 10 بالليل مش فاهم ايه اللي حصل ده. فكلمتها، انت مش عارفة ان كان في ميعاد بينا النهاردة والمفروض نتقابل؟ ففوجئت انها بترد عليا بتقولي اصل التليفون فصل مني شحن. فابتديت اسأل اسئلة بقى ان انا عايز اعرف يعني ايه المبررات بتاعتك. فابتديت اقول لها مش انت كنت في الشغل ما كنت شحنتي بالشاحن بتاعك؟ قالت لي لا ما انا نسيت الشاحن. طب كنت خدتي الشاحن بتاع صاحبتك؟ قالت لي لا ما انا نسيته ما جابتوش. طب كنت خدت الشاحن بتاع اي حد من الناس اللي معاكي في الشغل؟ قالت لي ما جاش في بالي، وصاحبتي ساعتها كانت تعبت واضطريت اخدها وامشي بيها اروح بيها المستشفى. قلت لها طيب ما وصلتيش في اي مكان تخشي تشحني التليفون وتكلميني منه؟ قالت لي لا كنت متوتره جدا عشان صاحبتي كانت تعبانه. قلت لها مفيش مشكله، طيب صاحبتك ديت لما روحت انت ما كلمتنيش ليه؟ قالت لي لا انا روحت. انا طيب لما روحتي ما شحنتيش ليه التليفون وكلمتي لي؟ قالت لي لا اصل انا اول ما دخلت البيت لقيت عمتي موجوده عندنا هي واولادها والعيال مسكوا فيا وانا نسيت خالص موضوع التليفون وفضلت العب معاهم وقضوا معانا اليوم كله لغايه اما مشيوا وانا بعدها نمت. قلت لها مفيش مشكله، طيب اليوم اللي بعده بقى ما كلمتنيش ليه حتى من الصبح؟ قالت لي لا اصل انا عارفه ان انت الموقف ده مضايقك جدا كنت عايزه اسيبك تهدى شويه وبعد كده كنت هكلمك، فلما انت كلمتني دلوقتي انا رديت. لك ان تتخيل يعني الحوار متركب وتفاصيل عامله فيه ازاي بصوره انت مش متخيلها، وانا طبعا صدقت الموضوع. تمام. طيب قبل ما نكمل، لو المحتوى ده فادك ما تنساش تشترك في القناه، وكمان اكتب لي في الكومنتات ايه اكتر موقف حسسك فيه ان الشخص اللي قدامك بيكذب عليك. ونروح لنقطة تانية وهي الاشارات اللي بتبقى مربوطة ما بين الايد وما بين الوش. فاحنا زمان لما كنا صغيرين لما كنا مثلا مش بنكذب على اهالينا او حاجة بنبتدي نحط ايدينا على بقنا، ولما مثلا اهلنا بيزعقوا لنا بنبقى مش عايزين نسمع الزعيق بتاعهم لدرجة ان احنا بنحط ايدينا على ودننا. وكمان لما بنشوف موقف صعب او حاجة مش عايزين نشوفها بنعمل ايه؟ بنحط ايدينا على عينينا. بس لما كبرنا بقينا نعمل نفس الحركات دي بس بطرق اذكى واسرع واقل وضوح. بس طبعا بتبان برضو فين؟ في المواقف الصعبة. يعني انا فاكر برضو في مرة ايام ما كنت في الكلية وكنت راكب العربية والعربية دي خبطت في توك توك وكان معانا بنات في العربية، اول ما شافوا المنظر البنات بقت تحط ايديها على وشها، مش عايزين يشوفوا الموقف ده او بيحموا نفسهم ان هم يشوفوا الموقف ده. فلما بتبقى عاوز تكذب التعبيرات اللي بيعملها ايدك مع وشك مع جسمك دايما بتكشف الحقيقة اللي انت بتبقى مش عايز تقولها. وكمان في تجربة اتعملت عن طريق ان هم صوروا واحد وهو بيتكلم عن حماته، فكان الراجل ده وهو بيتكلم كان بيتكلم عنها كلام كويس، لكن التصوير بتاع الكاميرات لقى ان كل ما كان بيذكر اسم حماته كان نص وشه الشمال بيرتعش لجزء من الثانية. فلك أن تتخيل إن جزء بسيط من الثانية كان قادر يقول إن الشخص ده مش بيتكلم كلام حقيقي. وكمان في ناس بتبقى متمرسة على الكذب جدا وبيبقى صعب جدا إن أنت تكشف الكذب بتاعهم، زي مثلا المحامين والسياسيين والممثلين والناس التوكسيك طبعا. وده لأنهم بيعملوا إيه؟ بينفذوا الموضوع ده بطريقتين. أو بيعملوا خطوتين. الخطوة الأولى إن هم بيتدربوا على الكذب لفترة كبيرة جدا بحيث إنه يبقى طبيعي بالنسبة لهم. والحاجة التانية هو إنهم بيقللوا الإشارات اللي بيعملوها بجسمهم على قد ما يقدروا، لا بيقولوا تعبير إيجابي ولا تعبير سلبي، ولا إشارة إيجابية ولا إشارة سلبية. وطبعا زي ما قلت قبل كده أنا حابب أفكر إن مش شرط حركة واحدة تتعمل من الحركات اللي أنا لسه قايلها دي إنك تحكم على الشخص إن هو بيكذب، لازم زي ما قلت إنها تكون في السياق ومعاها مجموعة من التعبيرات. وكمان الشرطة لما بتيجي تستجوب واحد
بتحطه على كرسي وفوق منه الإضاءة وفي مكان واسع وجسمه يكون مكشوف عشان يعرفوا يلاحظوا الإشارات اللي بتطلع من جسمه أو إيده. عشان كده أسهل طريقة إن أنت تجذب بيها هو التليفون أو إنك تتكلم في الشات. وعشان تتأكد برضو من إن جسمك دايما بيكشفك حتى لو أنت بتكذب، جرب تعمل الاختبار ده. روح لواحد صاحبك وتعمد إن أنت تكذب عليك كذبة أنت قصدها وشوف جسمك هيعمل إيه. هتلاقي نفسك مش قادر، لأن جسمك هتلاقيه بيعمل إشارات حتى لو صغيرة تمنعك من الكلام ده. وده دليل برضو إن حركات الجسم بتاعتك مهما تعمل ومهما تحاول هتكشفك. وطبعا مش هننسى الستات اللي بتقدر تقرأ الإشارات دي بتفصيل دقيق جدا. ممكن تلاحظ الرعشة بتاعت الوش هتلاحظها، اتساع وضيق العين هتلاحظه، انك ترمش بسرعة هتلاحظه، وتفاصيل تانية كتير. الست فعلا بتبقى قادرة انها تقرأ لغة الجسد اكتر من الراجل بكتير. وكمان في 8 اشارات اي حد بيكذب غصب عنه بيبتدي يعملهم وبيبقوا منتشرين جدا او شائعين جدا وبنشوفهم على طول واحنا مش واخدين بالنا منهم، وهنعرف اكتر عنهم بالتفصيل في الحلقة الجاية. انا امير، شكرا انك وصلت للاخر، ولو المحتوى عجبك ما تنساش تشترك في القناة. سلام.